تمناش شي نهار لو أنه حقق حلم شخص كان حداه واليوم وراه؟ شكون فينا اللي ما عندوش داك الشخص العزيز الغالي اللي ما كرهش يكمل شي حاجة هو بداها أو صدقة جارية ينتفع بثوابها؟ جمعية ولاد الخير للأعمال الاجتماعية اليوم احتضنا لشعلة حلم ابن دوار أخليج. كان حلمه يساعد ناس المنطقة ديالو، لهذا خدينا على عاتقنا تسلم فتيل هذا الحلم من يد الأخت ديالو وأججنا نارو باش يتحقق. دوار أخليج بقيادة أزقيلة جماعة لالا تكركوست إقليم الحوز هو الدوار اللي لقينا فيه دفء الحياة البسيطة، الدوار اللي بفضل المحسنين ومساهماتهم قدرنا نوصلوا الفرحة للناس اللي ضحكتهم في السما شارقة وقلوبهم صافية صادقة وصحتهم عدنا أولوية سابقة. هذا اللي خلانا نستعنوا بأطباء وممرضات وطاقم طبي كامل اللي لبوا نداء الإنسانية بدورهم ولبسوا وزرة بيضاء بحال قلوبهم باش يقدموا خدمات طبية لساكنة الدوار ودواوير أخرى. أقرب مستشفى لهم بعيدة بكيلومترات، لهذا استفد أهل المنطقة من فحوصات طبية في جميع التخصصات: طب عام، طب المسالك البولية، طب النساء والتوليد، فحوصات للكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم، بالإضافة لقياسات ضغط الدم والسكري. قافلة طبية استفد من خدماتها 310 شخص نساء ورجال كبار وصغار، وبسعة صدر وابتسامة دافية وأيادي متعطشة للمساعدة كان جنود أولاد الخير واقفين والدعوات الخير جامعين يوجهوا كل شخص يخرج من عند طبيب باش ياخد الأدوية اللي وصف له الطبيب مع شرح وتوضيح لتفاصيل استعمال الدواء من طرف الأخوات الصيدليات. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال، أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. كن كما غيث على الأفياء ماطر، صوته يروي قلوبا وخواطر، نفعه عم البوادي والحواضر، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال، أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. املأ الأرواح حبا أبيضا. كما تعودنا جميعا في القوافل الطبية والإنسانية اللي كتقوم بها جمعية ولاد الخير للأعمال الاجتماعية ما كتنساش أبدا الجانب الإنساني، وبالأخص في هذه الظروف الصعبة. لهذا وبفضل المحسنين اللي دايما كيساندونا وكيوضعوا ثقتهم فينا قدرنا نوفروا لساكنة الدوار 112 قفة غذائية اللي تم توزيعها خلال اليوم الأول من القافلة. هو الإيمان يرسم لي حياتي، به يسمو فتشرق أمنياتي، أنا كالغيث تعشقني دروبي، صفات الغيث تشبهها صفاتي. وما نسيناش الأطفال اللي بالنسبة لنا هما وقود كيجدد طاقتنا، والفرحة البريئة في عيونهم كتنسينا أي عناء أو تعب. لهذا كان لهم نصيب كبير من هذه القافلة. فرحنا 110 طفل بهدية بسيطة اللي تقدر تفرحهم وتدفيهم في هذا البرد. الهدية كانت عبارة عن باك فيه كشكول، قبعة، قفازات وجوارب وفازلين وكذلك حلويات. بروح الطفولة اللي ما كرهناش لو أنها تعيش دايما عند كل شخص فينا مهما كبر. ضحكنا ولعبنا مع أطفال كانت البراءة اللي في عينيهم كتخلينا نساو الحياة بأكملها ونركزوا فقط على ضحكتهم البريئة والصافية وفرحتهم بأبسط الأمور الحياة. كان تنشيط وألعاب اللي فرحوا به وليدات الدوار ودواوير مجاورة طيلة اليومين ديال القافلة.
وكذلك ما نسيناش المؤنسات الغاليات، عرائس فوق هودج البساطة والجمال. كانت فقرة خاصة بهم واللي كتميز بها دايما جمعيات ولاد الخير ثقب الأذنين والنقش بالحناء للبنيات بطريقة كلها همة وشان كتليق بمقام قلوبهم الجميلة وحسنهم الطبيعي. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطار، نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطار، نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. نسابق نرقى وللغير نسعى، ونرسم للكون أحلى الصور، فأنا تطيب لنا بالحياة، وفينا ضعيف الجناح انكسر. نسابق نرقى وللغير نسعى، ونرسم للكون أحلى الصور، فأنا تطيب لنا بالحياة، وفينا ضعيف الجناح انكسر.